رونالدو هيفضل يلعب كورة لحد ما شعره يبيض. النصر السعودي جدد عقد الدون كريستيانو رونالدو لحد 2027، وتقريبا كده هنشوفه في الملاعب لحد 42 سنة. وعلى فكرة ده الرسمي منه. كريستيانو رونالدو بعد ما حقق كل حاجة في العالم إلا تقريبا كاس العالم، نزل صورة ليه بعد ما جدد مع النصر السعودي وكتب عليها حاجة فعلا ملهمة: الفصل جديد بيبدأ، نفس الشغف نفس الحماس، للأبد النصر. ده كان كلام كريستيانو رونالدو بعد ما جدد عقده. وبعد كل الكلام اللي اتقال، قال لك رونالدو رايح من النصر الهلال، وبعد كده قالوا لك لا ده هيرجع ريال مدريد، وفي كلام انه هيروح يلعب مع ميسي في امريكا، ولكن جدد واتحسمت خلاص. تعال اقول لك شويه ارقام تكيفك لو انت بتحب الراجل ده. مرتب عمك رونالدو الجديد مع النصر السعودي 185 مليون يورو في السنه، يعني تقريبا في الشهر 15 مليون يورو. يعني يا سيدي انا عارف انك مسكت الآلة الحاسبة وعمال تحسبها، 550 الف يورو في اليوم، وتقريبا 23 الف يورو وكسور في الساعه الواحده عملهم. كريستيانو رونالدو من ساعة لما مضى مع النصر السعودي سنة 2023 لعب معاهم 105 ماتش، والحقيقة سجل فيهم 93 جول وعمل 19 اسيست. بس للأسف هو ما حققش أي بطولة كبيرة مع النصر السعودي، لأنه ما قدرش ياخد معاهم الدوري ولا حتى دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي كمان على فكرة مش هيقدر يشارك فيه الموسم اللي جاي، لأن النصر فنش الدوري في المركز الثالث. النصر غير مدربين كتير جدا ورونالدو معاهم في التشكيل، ولكن في وعود لرونالدو من قبل ما يجدد عقده ان شاء الله الموسم الجاي بطموحات جديدة هيكونوا فعلا فريق قوي ويجيبوا مدير فني يليق بنادي النصر، وطبعا الدون كريستيانو رونالدو. كريستيانو لسه مطول ولسه مكمل في نجوميته واسطورته. قدر يفوز مؤخرا مع البرتغال في دوري الامم الاوروبيه 2025 قصاد مين؟ قصاد اسبانيا، وشفنا الماتش لامين يامال وكريستيانو رونالدو. بس العيون كلها بتروح ناحيه كاس العالم النسخه الجايه، وتقريبا دي هتكون ما بين البرتغال ورونالدو، ذا لاست دانس، الرقصه الاخيره. انا بقى عايز اسالك ورد عليا في الكومنتات، هل التحدي الاعظم في التاريخ كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي اتحسم خلاص ولا لسه فيها شويه وقت؟